إزاي الواحد ممكن يعمل لنفسه أول مصدر دخل إضافي في حياته؟ دي خطوة حرفياً ممكن تغير شكل حياته المادية تماماً. في الشرح ده هناخد الموضوع خطوة بخطوة، زي ما يكون معانا خريطة واضحة عشان نوصل للهدف ده بالظبط. خلينا نبدأ بالسؤال ده، سؤال أعتقد كلنا بنسأله لنفسنا. الإحساس ده إن المرتب مهما يزيد برضه مش بيكفي، كأنه بيوصل لسقف معين كده وخلاص بيقف. ومن هنا بتبدأ الحكاية، إننا لازم ندور على حلول تانية. طيب، يلا بينا بقى ندخل في صلب الموضوع. المشكلة دي بالذات ممكن نسميها مشكلة سقف المرتب. الفكرة كلها ببساطة إيه؟ إن الواحد مهما حاول يقلل مصاريفه هيجي عند نقطة معينة وخلاص مفيش حاجة تانية ينفع تتشال. لكن الناحية التانية بقى، زيادة الدخل دي حكاية تانية خالص. دي إمكانياتها نظريا ملهاش آخر، وده هو الفرق اللي بيغير كل حاجة. لو الواحد ركز بس على تقليل المصاريف هيخبط في حيطة، لكن زيادة الدخل دي لعبة مفتوحة، بتفتح الباب لدنيا تانية خالص من الإمكانيات المادية. وهنا بقى الرسمة دي بتلخص الحكاية كلها. شوفوا الفرق عامل إزاي. العمود الأول ده لو الواحد معتمد على مرتبه بس، شوفوا الفائض المالي قد إيه. والعمود التاني لما بنضيف مصدر دخل إضافي، الموضوع مش محتاج شرح، الفائض بيكبر بشكل رهيب. يعني سرعة الوصول لأي هدف مالي حرفياً بتتضاعف. تمام، يبقى احنا كده فهمنا ايه المشكلة كويس. نتكلم بقى في الحل. في ببساطة 3 طرق أو 3 مسارات واضحة جدا أي حد فينا ممكن يمشي فيها عشان يزود دخله. الفكرة كلها بس إن الواحد يختار الطريق الصح ليه، اللي يناسب ظروفه وقدراته دلوقتي. أول طريق، وده بصراحة أنا بشوفه الأسرع، هو اللي بنسميه الدخل المهاري. فكرته إيه؟ بسيطة قوي. تتعلم مهارة عليها طلب في السوق وبعدين تبتدي تقدمها للناس كخدمة بفلوس. ده يعتبر أسرع طريق مباشر للكاش. ودي مجرد أمثلة على مهارات زي دي، حاجات ممكن أي حد يتعلم أساسياتها في شهر واحد بس ويبدأ فعلا يشتغل بيها الشهر اللي بعده. والميزة إن الحاجات دي عليها طلب عالي قوي دلوقتي ومش محتاجة يعني سنين خبرة عشان الواحد يبتدي. طيب افرض حد حاسس إن فكرة تعلم مهارة جديدة دي لسه خطوة كبيرة عليه، يعمل إيه؟ هنا بقى بيجي دور الطريق التاني، الدخل البسيط أو اللي بيسموه مايكرو إنكم. ده بقى يعتبر بوابة الدخول المثالية للي بيبدأ من الصفر خالص. بنتكلم هنا عن حاجات زي إدخال البيانات أو التفريغ الصوتي. صحيح المقابل بتاعها مش كبير، لكن أهميتها الحقيقية مش في الفلوس. أهميتها إنها بتكسر حاجز الخوف عند الواحد وبتخليه يتعود على فكرة إنه بيكسب فلوس زيادة، ودي لوحدها بتفتح الباب لحاجات أكبر بكتير بعد كده. نيجي بقى للمسار الثالث، وده يعتبر الطموح الأكبر، الدخل شبه السلبي. بس هنا لازم نقف لحظة ونكون واضحين، مفيش حاجة اسمها سلبي 100%. الفكرة كلها إن المجهود الكبير بيتعمل مرة واحدة في الأول، وبعد كده الشغل بيقل جدا. والسر هنا أو الكلمة السحرية هي اصنع مرة وبيع 1000 مرة. فكر فيها كده، سواء عملت قناة يوتيوب أو بتبيع ملفات رقمية، المجهود الكبير بيتعمل في صناعة الحاجة دي أول مرة. بعد كده المنتج ده ممكن يتباع عدد لا نهائي من المرات بأقل مجهود ممكن. تمام قوي، يبقى احنا دلوقتي قدامنا ال3 طرق دول. السؤال الطبيعي اللي هيجي في باله أي حد دلوقتي هو: طب اختار أنهي واحد فيهم؟ إيه الأنسب ليا؟ الموضوع على فكرة أبسط بكتير مما نتخيل، هو كله عبارة عن كام سؤال نسألهم لنفسنا. أول سؤال لازم الواحد يسأله لنفسه: إيه المهارة اللي أقدر أتعلمها في 30 يوم بس؟ الفكرة هنا في السرعة. مش لازم نختار حاجة معقدة محتاجة سنين عشان نتعلمها، لأ. إيه أبسط حاجة مطلوبة في السوق ممكن ألم أساسياتها في شهر واحد بس؟ السؤال التاني بقى بينقلنا من مجرد التعلم السريع لفكرة الاستمرارية. يعني إيه الحاجة اللي ممكن تبتدي تجيب لي دخل ثابت خلال 3 شهور بالكتير؟ الهدف هنا مش إننا نعمل قرشين مرة واحدة وخلاص، لأ. الهدف إننا نبني مصدر دخل ينفع الواحد يعتمد عليه. وده بقى يمكن أهم سؤال فيهم كلهم. لازم الواحد يكون صريح وواقعي مع نفسه. إيه اللي يناسب وقتي المتاح دلوقتي فعلا؟ يعني مفيش أي معنى إن الواحد يختار طريق طموح قوي بس هو أصلا مش هيلاقي وقت يشتغل عليه مع التزاماته وحياته وشغله الحالي. الواقعية هنا أهم حاجة. طيب خلاص اخترنا المسار. الخطوة اللي بعد كده إيه؟ محتاجين خطة عمل واضحة، والخطة دي هنلخصها في 5 خطوات بس. 5 خطوات بسيطة وعملية هتاخد الواحد من مرحلة الصفر لحد أول فلوس تدخل جيبه. الخطة دي هي الزتونة كلها. أول حاجة، اتعلم مهارة بسيطة. تاني حاجة، اعمل 3 عينات بس من شغلك عشان الناس تشوفه. تالت حاجة، ابتدي سوق لنفسك على السوشيال ميديا بين صحابك في أي حتة. ورابع حاجة وهي الهدف الأهم، تجيب أول عميل. بس مجرد ما أول عميل يجي كل حاجة بعد كده بتبقى أسهل بكتير. وهنا لازم نركز قوي على أهمية العميل الأول ده. الموضوع مش مجرد فلوس وخلاص،
العميل الأول ده هو الإثبات العملي، هو اللي بيقول للواحد أيوة الفكرة دي شغالة وأنا أقدر أعملها، هو اللي بيكسر الحاجز النفسي وبيحول الموضوع من مجرد فكرة في دماغك لحاجة حقيقية وملموسة. وفي الآخر، ودي نقطة مهمة جدا، لازم طريقة تفكيرنا نفسها في موضوع الدخل الإضافي ده تتغير. الموضوع ما بقاش رفاهية، ما بقاش حاجة بنعملها لو عندنا شوية وقت فاضي. الجملة دي فعلا بتلخص القصة كلها. في الزمن اللي احنا فيه والمصاريف اللي عمالة تزيد كل يوم، فكرة الاعتماد على مصدر دخل واحد بس دي بقت مخاطرة كبيرة قوي. الدخل الإضافي هو اللي بيخلق الأمان المادي، وهو أساس الحرية المالية بجد. لأن الواقع، خلينا نكون صراحة، إن من غيره الواحد بيفضل محبوس في نفس الدايرة المقفولة. المرتب ينزل يا دوب يغطي المصاريف، والشهر يخلص ونرجع نبدأ من الصفر تاني، وهكذا. كسر الدايرة دي مش هيحصل غير لما الواحد ياخد أول خطوة في طريق الدخل الإضافي. وبكده السؤال دلوقتي ما بقاش هل المفروض أعمل مصدر دخل إضافي ولا لأ؟ السؤال الصح بقى هبدأ بإيه وهبدأ إمتى؟ بعد كل اللي اتقال ده، يا ترى إيه هي أول خطوة عملية ممكن الواحد ياخدها؟